الاهلي بابا الشغلانه زي ما قال ابراهيم فايق. بعبع افريقيا. مش عايز اعلامي في مصر يقول الحلم بيضيع. الاهلي من بعد مباراه سان داونز جوه وبره بعبع افريقيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج على القهوه بعد مباراه الاهلي. بتمنى دعمكم، لايك واشتراك وشير وتفعيل الجرس. نبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. والله بعبع افريقيا. الاهلي بعبع افريقيا زي ما قال ابراهيم فايق. بابا الشغلانه ولا هيفرق معانا بره وجوه. من بعد مباراه سان داونز الاهلي غول بياكل الفرق. استاد القاهره زي مركب محمد الخامس وسط 60,000 وسط 100,000. احنا كمصريين واثقين في فوز النادي الاهلي. هنجيب جون في مركب محمد الخامس وهنرفع الكاس. اول مره في حياتي اشوف عصام الشوالي متحيز بالطريقه دي للمغاربه مش للتونسيين، بس السبب ان الاهلي مدي افريقيا كلها على عينها. بناخدهم بره وجوه. كعبنا عالي على التوانسه بره وجوه. في تونس بنكسب الترجي، بره تونس بنكسب الترجي. ان شاء الله هنكسب الوداد في مركب محمد الخامس. بعد الغلطات النهارده حكم ضعيف جدا مش يتعين لنهائي افريقيا وللكرنفال الكبير جدا ده. حكم مستواه ضعيف جدا. كرات سهله جدا. كره لمسه يد في منتصف الملعب تستاهل كارت احمر. بيرستاو رايح انفراد. مفيش كده. تضييع للوقت. سامح للاعيبه الوداد ان هي تضيع الوقت بالطريقه اللي هي عايزاها. اي نعم احنا سمحنا بكده. سمحنا للوداد انه هاجمنا. غلطات دفاعيه. كان نفسي النهارده يبدا بمحمود متولي، لكن قدر الله ما شاء فعل. 2-1 الاهلي قادر في مركب محمد الخامس انه يفوز على الوداد، مش يتعادل. احنا قادرين ان احنا نفوز على الوداد في مركب محمد الخامس. معايا النهارده صاحبي وحبيبي عبد الرحمن. اول مره نستضيف حد في ملعب ام كلثوم. احنا النهارده بنصور في قهوه ام كلثوم. ايه رايك في الماتش النهارده وايه رايك في عصام الشوالي الحكم تواطأ معانا جامد جامد جامد، بس ان شاء الله هنجيبها من كازابلانكا مركب محمد الخامس باذن الله 2-0 هناك ان شاء الله. واتوقع ان التحكيم هيكون فاجر فاجر في كازابلانكا. كنت تتوقع من عصام الشوالي يبقى متحيز للمغاربه بالطريقه دي؟ لا طبعا، لا طبعا، ده النهارده كل تعليقه منحيز للفريق الوداد. فان شاء الله باذن الله، باذن الله عندي في عصام الشوالي وعندي في التوانسه كلهم هنجيب البطوله من المغرب باذن الله. وده سيناريو يا ميدو مرسوم ان احنا هنجيب البطوله من المغرب، من اول ركله الجزاء بتاعه اطهر الطاهر لحد الجون اللي جابوه الاخير. هنسيب البطوله ان شاء الله للوداد. البطوله بتاعتنا باذن الله، باذن الله البطوله بتاعتنا عشان خاطر الجمهور كل اللي تعب من اول ماتش الهلال في استاد القاهره وروحوا الاستاد في رمضان وصايمين. ان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله. بس لازم كابتن محمود الخطيب من دلوقتي يتحرك في حوار التحكيم، في الحوار الحياز من السنه اللي فاتت، من الماتش بتاع السنه اللي فاتت، نهائي السنه اللي فاتت، والتحكيم باين انه ضد الاهلي في كل حكم حاجه. ضعيف جدا معين لنا النهارده جدا جدا. مصطفى غربال طبعا كان على الفار. المفروض يرجع في كورتين الفار، ما رجعش ولا واحده فيهم. والطرد طبعا بتاع اللاعب بيلعب طايره. كره بيرستاو ده اتنين رايحين انفراد، بيرستاو وكهربا. الكوره دي طرد صريح برضه، حتى ما رجعش للفار فيها. بيتهيألي في الكوره دي كان المفروض يرجع للفار، لان القانون واضح بيقول في حالات الطرد لازم نرجع للفار. في حالات الطرد مش في حالات الانذارات. مصطفى غربال ما استدعاش الحكم. عصام الشوالي متحيز للمغاربه النهارده. يا ترى عشان خاطر ماتش الترجي، عشان خاطر ماتش الترجي وعشان خاطر الاهلي عمل في رادس. انا ملعب رادس ده انا مسميه اصلا ده الملعب التتش في تونس. فان شاء الله باذن الله البطوله دي بتاعتنا. النهارده في حلقه ابراهيم فايق قال لك الاهلي بابا الشغلانه. مش عايز اعلامي في مصر يقول ان البطوله ضاعت. احنا كسبنا النهارده 2-1. اي نعم هنروح نكسب في كازابلانكا، هنروح نكسب في مركب محمد الخامس، واحنا مديين افريقيا كلها على عينها. عبده ما بيسيبش ماتش للاهلي في استاد القاهره ولا في الكليه الحربيه ولا في اسكندريه، بيروح كل الماتشات. ان شاء الله النهارده في قهوه ام كلثوم كنا مصورين معاكم الماتش لحظه بلحظه. الناس كانت زعلانه جدا اي نعم، بس احنا مش هنسيب البطوله. كل الاعلام وكل المشجعين ورا النادي الاهلي. زعلنا الجون اللي جه فينا تالق. ايه رايك في تالق مصطفى شوبير النهارده؟ احنا اللي صعبناه على نفسنا بغض النظر عن تالق مصطفى شوبير. ده مشروع حارس صاعد واعد باذن الله. ده السد العالي الجديد بتاع الاهلي ان شاء الله. لاعب بامكانيات
لعيب محترف في الاهلي. بس ان شاء الله باذن الله يعني البطوله بتاعتنا، لان السيناريو كله مرسوم عشان خاطر الاهلي ياخد البطوله باذن الله. هنكون ضد التحكيم وضد الاتحاد الافريقي، وفوز الاقجع بتاع المغرب هيحاول يلعب السيناريوهات من دلوقتي هيحاول يلعب في السيناريوهات دي، بس احنا قدها ان شاء الله باذن الله يعني. البطوله بتاعتنا ان شاء الله من اول ركله الجزاء بتاعت قطر الطاهر، احنا اصلا خارج البطوله، قطر الطاهر جابوا الجون، احنا خارج البطوله بالسيناريو بتاعنا والبطوله بتاعتنا ان شاء الله. كنت بقول في اول الحلقه النهارده كان نفسي يبدا بمحمود متولي، بالظبط هو اللي نهى في بطوله الدوري في اخر ماتش في افريقيا. والماتش اللي جاي ما دام بدا بياسر لازم يبدا بياسر، ما دام بدا بياسر لازم يبدا بياسر في الماتش اللي جاي. فان شاء الله البطوله بتاعتنا، وافتكر كلامي 2-1 في المغرب للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى الفوز للاهلي في المباراه الجايه. بنشكر زميلنا وحبيبنا ومن زباين ومن مشجعين النادي الاهلي من قهوه ام كلثوم، شكرا كتير. شكرا ميدو، ودعواتك كتير قوي. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيروح كازابلانكا، هيروح مركب محمد الخامس، هيكسب. كل الاعلام لازم يبقى ورا النادي الاهلي، ما نقولش الحلم ضاع، ما نقولش 1-0 نخسر، ما نقولش جه فينا جون. ليه؟ الاهلي قلنا بعد مباراه سان داونز بيقدر يكسب بره وجوه. مش مشكله ان كولر ما قدرش يقرا المباراه زي ما هو عايز النهارده، بعض الغلطات الدفاعيه سيبنا مصطفى شوبير يتعرض لكور كتيره قوي احنا كنا في غنى عنها لو كان بدا بمحمود متولي. قلنا بيلعبوا عرضيات، حاولوا يخترقوا من المنتصف. احنا كان قلنا امبارح عندهم مشاكل في التغطيه العكسيه، سمحنا نسيب لهم الكوره عشان ياخدوا فاولات ويضيعوا الوقت اللي هم عايزينه. بس احنا هنروح المغرب، مش هنكون زي استاد القاهره. انا واثق ان الاهلي في مركب محمد الخامس هيعمل ماتش عالمي، وانا قلت انا مستني ارفع الكاس في ملعب مركب محمد الخامس علشان احصر المغاربه واحصر عصام الشوالي اللي احنا كنا بنتمنى ان هو يعلق على المباراه النهارده، لان هو فير جدا. ما بقولش ان انت تبقى مع الوداد او تبقى مع النادي الاهلي، انا كنت بقول النهارده ان انت تبقى فير. انت كنت متحيز وتحيز واضح جدا. مصطفى غربال مش عارف ليه ما استدعتش الحكم في الكوره بتاعت بيرسي تاو، لمسه اليد اللي في وسط الملعب، مع ان الف ب فار لازم يتم استدعاء الحكم في الحالات اللي مشكوك فيها، في الحالات الطرد. ما قلتش كوره بيرسي تاو، كوره ضربه الجزاء ليها قعدتين، ليها قعده مبينه ان هي ضربه جزاء وليها قعده مش مبينه ان هي ضربه الجزاء. الحكم كان متحامل في بعض الكور على النادي الاهلي، مش قاصد. الحكم ده ضعيف المستوى جدا ولا يليق بكرنفال ونهائي افريقيا. لا، احنا عندنا حكام صفوه، انتوا بتخلوا العالم كله يضحك علينا في كور زي دي، كور سهله. لو اي حكم بيحكم في الدرجه الثانيه في الدوري الانجليزي ولا في اي دوري هيشوف الكور دي هيقول مفيش كده في الكوره. كلنا ورا النادي الاهلي في المباراه النهائيه. انا مش جاي النهارده عشان احلل المباراه، انا مش جاي النهارده عشان انتقد كولر، عشان انتقد اللاعبين، عشان انتقد كهربا، عشان انتقد محمد شريف. لا، احنا ورا النادي الاهلي نقدر ننتقد ونحلل بعد ما نرجع بالكاس. بتمنى ان احنا كاعلاميين وكسوشيال ميديا كلها ان احنا نفضل ورا النادي الاهلي، ان احنا ندعم النادي الاهلي، ما نطلعش عيوب في النادي الاهلي، ما بنرميش شماعه على الحكام، ما بنرميش الكلام ده كله. احنا هنفضل مكملين ورا النادي الاهلي. احنا كسبنا، مبروك للنادي الاهلي النهارده فوزه على الوداد. انتظروني في حلقه جديده من قهوه ام كلثوم، وانتظروا نهائي عالمي وعد ليكم للنادي الاهلي. بتمنى دعمكم ليا، لايك واشتراك وشير. بتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. السلام عليكم.